السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم وصفات أم سعد. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة كيف ما عودتكم دائما، وصفة اللي جد اقتصادية وأيضا سريعة التحضير، نقدروا أننا نحضروها في دقائق في آخر لحظة أو في وقت إعداد الشاي أو القهوة. كتجي هاد الوصفة ناجحة 100%. من بعد ما غتجربوها غتولي عندكم معتمدة إن شاء الله، لأنها فعلا كتستحق التجربة وخطيرة في المذاق وهشيشة كتذوب في الفم. إذا حبيباتي ما تنسونيش بأكثر عدد من اللايكات، شاركوا الفيديو مع الأصدقاء والعائلة ديالكم باش تعم الفائدة على الجميع. كنقول لكم أحبكم في الله، الله يحفظكم ليا والله يفرحكم كاملين. نخليكم مع وصفة اليوم ويلا نبدأ على بركة الله. بسم الله على بركة الله. هنايا في إناء غادي نحتاجو الحبة بيض أو بيضة واحدة تكون بحرارة المطبخ. ايضا غادي نحتاجو الكوب ديال السكر ما يعادل 150 غرام، ودائما العبار بالكوب او كأس العنبة اللي سعة الوزن ديالو 150 غرام. غادي نخدمو البيض ديالنا مع السكر جيدا حتى نحصل على كريمة او كيتغير لنا اللون ديالو، او كتحسوا بالحبيبات ديال السكر ذابوا عندنا جيدا مع التحريك. دائما كنأكد لكم على هذه المرحله انكم تخدموا البيض ديالكم مع السكر جيدا حتى كيصبح اللون ديالو مفتوح. ثم غادي نضيفوا كوب زيت او كأس زيت ما يعادل 150 مليلتر. كذلك غادي نخدموه في هذه المرحله جيدا الزيت مع السكر مع البيض، كيعطينا واحد التفاعل وكيتقال عندنا الخليط شيئا ما. تنخدموه بهذه الطريقه، واللي بغات تخدموه بالباطوغ الكهربائي او الخلاط الكهربائي ما كاين حتى شي مشكل. هنا غادي نضيف ايضا الياغورت او الزبادي من فئه 110 غرام. انا استعملت بدون سكر، ممكن انكم تستعملوا بالسكر على حسب الرغبه، بحال نفس النتيجه. كذلك غادي نخدمو جيدا بالفوي مره اخرى. دائما كنمشيو هكا مراحل باش تنجح معنا الوصفه 100%. ضفت ايضا هنايا مسحوق الفانيلا مركز، ممكن تضيفوا سكر بنكهة الفاني او الفانيلا اللي كتكون سائلة. هنا ضفت تقريبا رأس ملعقة صغيرة. نخدموا المكونات جيدا، ثم غادي نضيفوا المكون اللي غيعطينا واحد التعليكة خطيرة لهاد الوصفة وكذلك مذاق هائل جدا. هاد المكون هو المربى، وهنا استعملت المربى المشمش. غادي نستعملوا ملعقتان من مربى المشمش. بالنسبة لهاد المربى كيعطينا واحد المذاق هائل لهاد الوصفة. نخدمو جيدا باش كيدوب عندي المربى وسط الخليط بهذا الشكل. ثم من بعد ما كنتاكدوا ان الخليط ديالنا تخلط جيدا غادي نبداو في اضافه الدقيق. هنا غادي نضيفوا الكوب الاول 100 غرام ديال الدقيق الابيض او الفرينه، ثم الكوب الثاني، وغادي نضيفوا ايضا خميره الحلويات او البيكنج باودر 8 غرام، كيس واحد فقط. نضيفوا الكوب الثالث 100 غرام، يعني في المجموع اللي غتاخذ ليا هاد الوصفه 300 غرام ديال الدقيق الابيض او الفرينه، ما يعادل 3 الكؤوس. دائما العبار كأس العنبه كيف قلت لكم في الاول اللي السعه ديالو 150 غرام، وفي الدقيق الابيض كيوزن 100 غرام. هنا كنخلط جيدا حتى نحصل على هذا الخليط كيكون ثقيل القوام بهذا الشكل، ماشي عاقد وماشي مرخوف. غادي نجيب هنا كيف كتلاحظوا معايا جايب حلواني، ممكن انكم تخدموا غير بالبلاستيك غذائي حتى هو يخدم لكم، ماشي مشكل، ماشي بالضروره يكون عندكم جايب حلواني. غادي نضيف له العجين نحطها في الكيس او في جايب حلواني على هذا الشكل، ثم نمشيو باش نشكلوا الحلوه ديالنا. بالنسبه لطريقه التشكيل سهله وبسيطه، وحتى طريقه الطهي كطيب بسرعه. هنايا كيف كتلاحظوا معايا كناخذ واحد الاداه وكنحاول انني نهبط العجينه ديالي في البوش بهذا الشكل. هنا بامكانكم بالنسبه للاخوات اللي ما تواجدش عندها البوش او يعني ممكن تضيفوا غير بلاستيك غذائي وتخدموا بها الوصفه ديال اليوم، يعني ماشي بالضروره هذا البوش، يعني اي بلاستيك غذائي خدموا فيه، يعني عمروا فيه العجينه ديالكم وغتشكلوا الحلوه ديالكم عادي، ما كاين حتى شي اشكال. الا عندكم البوش غيسهل عليكم اكثر. هنايا مباشره غادي ناخذ مقلاة
مكعبات، القطر ديالها 30 سنتيمتر. غادي ندهنها بالزبده وتكون ما كتلصقش. في حاله كانت عندكم شي مقلاة او صينيه اللي خاصه بالفرن كتلصق، استعملوا ورق الفرن كيكون احسن باش ما تلتصقش لكم الحلوه ديالكم. هنا تندهنها مزيان بالزبده لان الزبده ما كتخليش لنا الحلوه كتلصق. وغنبدا كنشكل الحلوه ديالي على شكل فطيره او كيكه، كتجي رائعه جدا وسهله التحضير. كيف لاحظتوا معايا راه كيف قلت لكم هنايا البوش راه كيسهل العمليه ديال تشكيل الحلوه ديالنا. هنا غادي نحضروها بحجم كبير على شكل كيكه، واهم حاجه انها ناجحه 100%، وكتجي شي حاجه اللي مختلفه وسريعه، كتحضر في دقائق. حتى في الطهي ديالها ما كتاخذش لنا وقت كتير، يعني كطيب بسرعه. انا نحاول انني كيف لاحظتوا معايا ندورها كامله حتى غادي نكمل العجين ديالي. غتعطيني واحد الفطيره اللي كتكون في بحجم متوسط، ولكن فاش كندخلوها الفرن راها كتزيد تنتفخ وكتكبر الحجم ديالها. هنايا مباشره كيف لاحظتوا معايا من بعد ما كملت الكيكه ديالي او الحلوه ديالي، غادي نزينها بحبيبات الشوكولا اللي خاصين بكوكيز كيعطيوها منظر وايضا مذاق رائع. ممكن انكم يعني تدهنوها بالاصفر البيضه مع الحليب وتزينوها باللوز ايفيلي او كاوكاو كونكاسي، هنا كيبقى لكم الذوق. بالنسبه لطريقه الطهي، كنسخن الفرن على درجه الحراره 180 درجه، كنسخنو مزيان وكنشعل عليه من الاعلى ومن الاسفل، وكنحط الصينيه ديالي في الوسط وكنخليها حتى كتحمر من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه كتكون واجده. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفرن ديال الغاز، غادي تشعلوا الفران ديالكم بحال كطيبوا الكيكه، وغادي تحطوا اللاطه ديالكم في الوسط وتخليوا النار من الاسفل حتى كتنتفخ وتنشف وتحمر من الاسفل. عاد نشعلوا عليها من الاعلى ونخليوها تحمر ونخرجوها مباشره وهي سخونه. كندهنوها بالمربى، ممكن تدهنوها بالناباج او العسل. انا دهنتها بالمربى ديال المشمش، كتجي رائعه جدا وكتجي هشيشه كتذوب في الفم، خطيره في المذاق ديالها. ايضا مذاق الشوكولا كيعطيها مذاق رائع، وايضا المربى اللي وضعنا بالداخل ديالها وكذلك دهناها بالمربى كيجي واحد المذاق رائع رائع جدا. اهم حاجه انها كتحضر في دقائق. في اخر لحظه ممكن تحضريها للضيوف ديالك او تفرحي بها وليداتك والعائله ديالك، شي حاجه اللي هي سريعه وبنينه وخفيفه. كيف لاحظتوا معايا انا غادي نوريها لكم عن قرب باش تشوفوا القوام، راها خفيفه بحال الريشه ورائعه وناجحه 100%. غادي نقطع معكم كيف ما عودتكم دائما ونخليكم مع بعض الصور. كنقول لكم شكرا لكم على المشاهده، احبكم في الله، الله يحفظكم ليا والله يفرحكم كاملين ويسر لكم جميع اموركم. خليتكم على خير، ما تنسونيش باكثر عدد من اللايكات، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائله ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.